عارف الموديلات دي؟ قرب عليا كده. عارف كل الموديلات دي، الاتش كي والتليزيال والاكس وكل الحاجات دي كلها، انا عايزك تنساها خالص. انا عايزك تنساها خالص. ليه؟ جبت لك موديلين حرفيا هيهزوا عرش الساعات في مصر. اول ساعات هالو بمقاسين سيريس 9 ومقاس 4041 مقاس صغير، سوبر اموليد حقيقي، بتفتح جاليري، تفتح صور، الاشعارات فيها بتيجي بلغه عربيه صحيحه وسليمه، فيها ذاكره داخليه، اقدر اربطها بالايربود مباشره بدون الاحتياج للموبايل نهائي، اقدر اسجل عليها تسجيل، والتسجيل ده يروح للابلكيشن اللي هو اصلي الهالو الاصليه، ابلكيشن جديد للهالو الاصليه، او التسجيل ده يروح للساعه مباشره عليها. كمان الساعة اقدر احط منها اي اكتر من خلفية على الساعة مباشرة، مش خلفية واحدة فقط، اكتر من خلفية. الساعة بتظهر كل الاسماء اللي موجودة على الموبايل، وكمان الاسماء اللي بتتسجل عليها المفضلة 100 اسم. مفيش الكلام بقى بتاع اللي قبل كده ان انا الاسماء اللي بتظهر هي بس اللي بتتسجل على الموبايل. طيب واللغة بتاعتها ما تقلقش من النقطة دي، لغة صحيحة وسليمة لأول ساعة هالو فيها المواصفات دي وتكون بيها اللغة سليمة، لأن قبل كده لما كان ساعات موجودة قبل كده ما كانتش اللغة بتاعتها صحيحة وسليمة. كل المواصفات دي كلها موجودة في الموديلين دول. تابع معانا الفيديو ده عشان ده الفيديو لموديلين هيكسروا الدنيا في مصر حرفيا. مبدئيا كده الساعات اللي موجودة معانا النهاردة اسمها جي اس هالو 13 ميني وجي اس هالو 13 برو بلس. ده اسم الساعتين اللي موجودين معانا. الفرق ما بينهم حاجه واحده فقط، المواصفات كلها واحد، الفرق ما بينهم في الحجم. واحده حجمها الميني اللي هو الحريمي 40 41 مقاس 40 41، واحده حجمها مقاس 45. ده بالنسبه للمقاس. تعال بقى المواصفات كلها واحد. اول حاجه الالوان زي ما احنا شايفين كده بتيجي بالوانها المختلفه، في منها البينك وفي منها السيلفر وفي منها الاسود، والثانيه برده في منها الشامبين وفي منها السيلفر وفي منها الاسود برده. دي الوان الساعتين اللي موجودين معانا. الساعه بتفتح جاليري، اقدر افتح من عليها صور، وده ما كانش موجود في اي ساعه سيريس 9 نهائيا في مصر قبل كده. كمان الساعه اقدر احدد منها المكان بتاعي جي بي اس، يعني فيها تدعم الجي بي اس، واقدر احدد الشارع بتاعي والمنطقه اللي انا موجود فيها. ده برده ما كانش موجود قبل كده. الساعه علشان فيها ذاكره داخليه اقدر كمان ان انا اعمل ريكورد تسجيل عليها. الميزه بقى في الابلكيشن الجديد الهالو الاصلي ده لكل الموديلات الاصليه الجديده من هالو، ان البرنامج ده بيخليك التسجيل يا اما يروح على الابلكيشن الموبايل مباشره او ينزل على الميموري الداخليه للساعه. ده بالنسبه للذاكره. الساعه شاشه سوبر اموليد فعليا مختلفه تماما عن كل الساعات اللي كانت موجوده قبل كده. يعني هوريك وضع من اوضاع الاولوز اون ديسبلاي الاربعه، فيها 4 اوضاع اولوز اون ديسبلاي. هوريك وضع من الاوضاع دلوقتي بمجرد ما ترفع ايدك يظهر لك الوضع بتاع اولوز اون ديسبلاي، وده مش موجود. الفكره بقى ان لما بيظهر لك الوضع ده بيظهر لك بشاشه النمط بتاعها لا ده نمط ابل اصليه، مش اي نمط لاي ساعه تاني خالص. زائد طبعا الانماط العاديه ان انا اقدر اخلي الخلفيه بتاع الساعه نفسها مستمره لوقت طويل جدا. كمان اقدر اخلي الوضع اولوز اون ديسبلاي اللي هو الارقام والعقرب ايضا شغال على الساعه. كمان فيها التاتش ان انا اضغط على الساعه تقفل. طب بما ان فيها ذاكره داخليه، الساعه اي اسم موجود عندك على الموبايل هيظهر، حتى لو حتى لو 10000 اسم. كل الموديلات اللي شفناها من شويه دي مفيش كده، الاسم اللي موجود على الساعه ومتسجل في فيفوريت هو بس اللي هيظهر. طب ايه كمان؟ ان بيتسجل عليها فيفوريت 100 اسم، 100 اسم فيفوريت بتاعها، زائد انها بتظهر كل الاسماء اللي موجوده على الموبايل. طيب تعالى للابلكيشن والخلفيات كمان. الساعه طبعا كل الخلفيات اللي موجوده على البرنامج كلها مجانا مجانا، مش زي برنامج الورفت برو الخلفيات بتاعتها بفلوس. طيب وايه كمان؟ ان الخلفيه اللي بحطها عليها اقدر احط خلفيه جواها 3 خلفيات زي ما احنا شايفين كده. الخلفيه اقدر اضغط عليها مره تديني صوره، مره تديني صوره كمان، مره احط 3 صور مع بعض في نفس الوقت. الساعه كمان اقدر اربطها بالايربود مباشره، بتديني 3 اوبشنز، 3 اختيارات ان انا اقدر اربط الايربود بالساعه واقدر اسمع من الميديا اللي موجود عليها، سواء بقى قران او اغاني ميوزك او اي حاجه، اقدر اربطها بالايربود بدون الاحتياج للموبايل نهائي خالص. تمام؟ او اربط الموبايل نفسه بالساعه، او اسمع الاغاني نفسها اللي موجوده على الساعه نفسها لان فيها ذاكره داخليه.
طيب بالنسبة للغة، طبعا كلنا كنا عارفين هالو اول ما نزلت ما كانش فيها اللغة العربية خالص موجودة، ولكن كان فيها مزايا مهمة جدا، وقلنا يا امتى بقى تيجي لغة عربية صحيحة وسليمة مع المزايا اللي موجودة، تفتح جاليري والايربود والاتصال بالايربود والحاجات دي كلها. الساعة تدعم اللغة العربية بلغة صحيحة وسليمة، سواء في الاشعارات او في الاسماء اللي موجودة عندك على الموبايل لما تظهر عليها. بتدعم معظم برامج السوشيال ميديا، والرسائل فيها بتيجي بلغة صحيحة وسليمة للاشعارات اللي موجوده عندك على الموبايل. تعال بقى للمواصفات الاعتياديه. الساعه اقدر اتابع منها الطقس، الساعه فيها تشات جي بي تي واستخدمه بشكل سهل جدا من خلال الساعه. كمان الساعه فيها آلة حاسبه، وكمان الساعه فيها ستوب ووتش اقدر استخدمه في الرياضه. اقدر كمان اتابع حرق السعرات الحراريه والخطوات والمشي. الساعه تدعم كمان العديد من الانشطه الرياضيه زي الجري وكره القدم والمشي والخطوات، كل الحاجات دي كلها اقدر اتابعها من على الساعه. كمان الساعة بتدعم العديد من القياسات الطبية، وضايفين فيها كمان الجلوكوز اللي هو السكر في الدم، كمان زي الحاجات التانية الإضافية اللي موجودة في معظم الساعات التانية زي نبض القلب، أكسجين الدم، ضغط دم، كل الحاجات دي كلها موجودة في الساعة. ولكن زي ما قلنا مرارا وتكرارا، الساعات تدعم القياسات الطبية ولكنها غير دقيقة وغير معتمدة، لأن صحة الناس أمانة لا يستهان بها. الساعة كمان فيها سنسور طرد قطرات المية، بحيث لو في اي قطرات مية عند الاستخدام دخلت في الساعة اقدر استخدم السنسور ده في طرد اي قطرات مية موجودة في الساعة. كمان الساعة اقدر ادور على الموبايل من الساعة، واقدر ادور على الساعة من الموبايل، بحيث لو الموبايل ضايع مني اقدر ادور من الساعة الموبايل فين، ولو الساعة ضايعة مني اقدر ادور من الموبايل ايضا الساعة موجودة فين بالظبط والاقيها. كمان الساعة فيها الدفع الالكتروني، وكمان الساعة بتدعم العديد من الألعاب أقدر أنزلهم من خلال الابليكيشن نفسه أو بالساعة نفسها. في العديد من الألعاب أقدر أستخدمها أيضا في وقت التسلية. الساعة أيضا تدعم الباسورد علشان الخصوصية بتاعتك، بحيث مش أي حد يقدر يستخدم الساعة بدون إذنك. كمان الساعة فيها التصوير عن بعد، بحيث لو أنا معايا الموبايل ومعايا الساعة مفيش حد يصورني، أقدر ألقط لقطات على الساعة مباشرة، تصوير سيلفي بدون الاحتياج لأي حد يصورني. وبصراحة أنا مش عارف كده نسيت حاجة ولا باقي حاجات تانية. الساعة فيها مواصفات كتير جدا 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 ومزايا كتير مش موجودة في أي ساعة تاني نهائي. لو محتاج أي تفاصيل عن المنتج أو أي استفسارات تانية تقدر تراسلنا على الواتساب، أو تنورنا في مقرنا بمدينة نصر أو العباس أو الهرم تقاطع المروطية، أو تبعت لنا على الواتساب أو تكلمنا تليفونيا وهنوافيك بكل التفاصيل كلها للمنتج. المنتج متوفر بكل ألوانه كلها وتقدر تطلبه مننا، وكمان موجود توصيل لأي مكان داخل جمهورية مصر العربية. شكرا ليكم وشكرا لدعمكم لينا.